السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا تتفرجوا على قناه مودي كروشين. كل سنه وانتوا طيبين. جبت لكم النهارده بقى الفانوس بتاعي ومعايا النسكافيه بتاعي. يلا هاتوا النسكافيه او القهوه عشان تسمعوا الفيديو اللي انتوا مستنيينه. النهارده هنتكلم عن ازاي نسعر الكروشيه او ازاي نسعر منتجنا، والتسعير ده يكون مربح ليكي ويخلي مشروعك ناجح، لان انت طبعا مشروعك هيبقى ناجح على اساس ان انت بتطلعي منه ارباح وبيكبر معاكي وبتكبري دايما راس المال بتاعك. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي تبدأي مشروع كروشيه ناجح ويكون مربح ليكي، بكم خطوة تعمليهم علشان مشروعك يبقى ناجح. والنهاردة الفيديو ده مكمل للفيديو اللي فات علشان نشوف ازاي هنكسب من الكروشيه. قبل ما اقول على طريقة التسعير، في حاجة مهمة جدا دايما بتتسأل: هو الكروشيه فعلا بيكسب؟ بصي، الموضوع ده شائك جدا وبيتكلم فيه ناس كتير قوي، وهتلاقي المحبطين فيه كتير جدا، واكيد هتلاقي فيه فيديوهات كتير بتتكلم في الموضوع ده. انا بصراحة ما اعرفش يعني وما سمعتش، بس انا واثقة ان الموضوع ده ناس كتير قوي بتتكلم فيه. بس الاكتر المحبطين، انا شفت ناس كتير محبطة قوي في الموضوع ده وبتتكلم عنه بطريقة محبطة، لدرجة ان هي تخليكي فعلا تقولي انا مش هشتغل تاني. حتى لو انت كنت ابتديتي تكسبي، تفكري ان انت مش هتشتغلي تاني خلاص، من كتر ما في احباط في الموضوع ده. وناس كتير قوي بتتكلم فيه. كل اللي انا عايزه اقوله لك، وده رايي الخاص ومن وجهه نظري انا، بس وجهه نظري دي مبنيه على اساس ان انا شفت ناس كتير ناجحه في الكروشيه. انا الحمد لله واحده من الناس دي، كنت بكسب كويس جدا من الكروشيه. وفي ناس كتير كانت بتكسب من الكروشيه وشفت مشاريعهم بتنجح وبتكبر. ومش بس ان هي بتشتغل كمان لوحدها، لا دي بتكبر التيم بتاعها وبتجيب ناس تساعدها وتشتغل معاها، والمشروع بتاعها بيكسب كويس جدا. فكل اللي انا عايزه اقوله في النقطه دي ان الكروشيه او اي مشروع انت هتبتديه هو زيه زي اي مشروع في الدنيا، قابل للمكسب وقابل للخساره زي اي مشروع. ممكن تكسبي منه وممكن تخسري منه. فقبل ما تقولي السؤال ده هو فعلا انا هكسب من الكروشيه، او هو فعلا ده ينفع ان هو يكون مشروع واحط فيه راس مال واشتغل واكسب، لازم الاول تسالي نفسك كام سؤال. انا ايه الخطوات اللي انا هعملها علشان اكسب فعلا من الكروشيه؟ انا المفروض ان انا اكون عندي راس مال قد ايه؟ انا المفروض اطلع ربح خلال قد ايه، او ابتدي اطلع مكسب ليا انا واخده ليا، يعني يكون بعيد بقى عن الخامات وبعيد عن الحاجات اللي انت بتشتريها زي تغليف زي دعاية زي الحاجات دي اللي انت بتحتاجيها جنب شغلك او جنب الخامات اللي انت بتشتريها. فانا امتى هطلع بقى مكسب ليا انا؟ حاجة كمان، هل انا عاملة كل اللي عليا او عملت كل اللي عليا علشان افكر اذا كان هو فعلا الكروشيه بيكسب ولا مش بيكسب؟ فلازم دايما اكون مفكرة ان هو زيه زي اي مشروع في الدنيا هتبتدي، زي اي حد ممكن يروح يبتدي يفتح مشروع شركة، يفتح محل، يفتح اي مشروع خاص، وممكن يخسر فيه ويقفله لانه بيخسر. عكس حد تاني ممكن يفتح نفس المشروع ولكن هو عمل اللي عليه وحط كده ادوات ان هو ازاي هيمشي في المشروع ده خطوة خطوة، وايه الحاجات اللي هيكسب منها وايه الحاجات اللي هتنجحه، ولو الطريقة دي ما نفعتش فاعمل طريقة تانية عشان انجح، وبالتالي مشروعه مشي ونجح. فالموضوع ده ملوش قاعدة، مفيش حاجة اسمها الكروشيه مش بيكسب. قبل كده لفت نظري كومنت البنت جميلة، كنت ساعتها عاملة اعلان عن كورس ايدك تتلف في كروشيه، وهو فيه جزء عن التسويق وازاي ان احنا نطلع ربح من الكروشيه. فكانت كاتبه كومنت جميل قوي كده بتقول هو الكروشيه اصلا بيكسب؟ دي اكيد يعني حاجه فيها تريقه، يعني لا هو مش بيكسب طبعا. فانا ساعتها رديت عليها وكده، لان فعلا لا، يعني في سمعه طالعه عليه ان هو مش بيكسب، لكن هو زيه زي اي مشروع في الدنيا لو اشتغلنا عليه صح ومشينا خطوات ثابته وفي استمرار وتطور، اكيد هتكسبي منه وهتنجحي فيه وهتعملي فعلا منه شغل جميل جدا. طيب نيجي بقى للنقطه التانية، وهي ازاي اسعر شغلي. اول حاجه، التسعير ليه طريقتين، ودول اللي انا اعرفهم، يعني انا لحد دلوقتي ما اعرفش طرق تانية للتسعير. اول طريقة وهي ان انت بتحسبي شغلك بالسعر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا بتحددي لنفسك شغلك الساعة دي بتاعتك ب10 جنيه، ب20 جنيه، ب30 جنيه، ب50 جنيه، على حسب ما انت هتحددي ساعتك بكام.
وطبعا دي حاجة مهمة جدا بتفرق في ايه، ان انت تكوني متقنة لشغلك. يعني اتقانك لشغلك ده قد ايه؟ لو انت لسه مبتدئة في الاول وبتعملي شغل وبادئة في مشروعك بس لسه ما عندكيش اتقان كامل، يبقى طبعا ساعتك لازم تكون اقل شوية. طب لو انا لسه متوسطة، يعني بعمل شغل كويس وكل حاجة، بس لسه يعني انا شايفة العيوب بتاعة شغلي، لكن العميل لسه مش هيقدر ان هو يحددها قوي عشان مش فاهم في الكروشيه، لكن انا شايفة العيوب اللي عندي وعارفاه، يبقى اخلي الساعة بتاعتي في المتوسط. طب لو انا لا خلاص حد بقى بروفيشنال وبقى لي كتير بشتغل والفينش بتاعي تحفه، الباكجينج بتاعي تحفه اللي انا بعمله وانا بوصل الاوردر بتاعي للعميل، كل حاجه عاملاها هايله وبرفكت، يبقى ساعتها هخلي ساعتي اعلى. وطبعا كل ما ساعتك بتعلى بيكون انت اصلا بقالك يعني سنين شغاله، بقاليكي قاعده عملاء كبيره، وبالتالي بتبتدي مع الوقت بتتعلي من ساعه شغلك. طب على اساس ايه بتتحسب بقى الساعه دي؟ يعني اعمل ايه بعد ما اقول مثلا انا ساعتي ب10 ب20 ب30؟ بتبتدي تشغلي تايمر جنبك وانت شغاله، وبتحسبي في التوتال كده في الاخر انت عملتي كام ساعه شغل، وبتضربي الرقم الساعه عدد الساعات اللي طلعلك في الساعه بتاعتك اللي هي ب10 او ب20 جنيه، وفي النهايه كده بتحددي سعر المنتج بتاعك. دي كده طريقه. يعني عشان اوضحها اكتر، لو انت مثلا اشتغلتي 10 ساعات في شغلك هتضربيها في 10 جنيه مثلا اللي هي ساعتك، يبقى ب100 جنيه. بس كده، هي دي الطريقة بكل بساطة وبكل سهولة. طيب ايه بقى الطريقة التانية؟ الطريقة التانية وهي الطريقة المتعارف عليها واغلب الناس بتعملها، وهي ان انت بتشوفي تمن خاماتك بكام وبتضربي المبلغ ده في 2. يعني انت جبتي خيط ب50 جنيه، هتضربيه في 2 يطلع لك 100 جنيه، يبقى هو ده تمن المنتج بتاعك. طيب في حاجات ينفع اعمل فيها كده. انا مثلا يعني عملت كوفية، الكوفية دي خدت مني شلتين، فخلاص ضربتها في 2 طلعت لي ب100 جنيه، وده المبلغ اللي انا هحطه. طيب في حاجات تانية ما بتاخدش الشلتين كلهم او ما بتاخدش شلة واحدة كلها، زي مثلا ميداليات، العرايس الصغيرة، العرايس الصغيرة مش المجرومي طبعا لان هي برضو بيبقى فيها شغل وتفاصيل كتير، بس بتكلم عن الحاجات اللي بتبقى صغنونة خالص، توك مثلا، لكلوك، حاجات كده اللي هي بتبقى صغيرة خالص. الحاجات دي طبعا ما بتاخدش شلة كاملة ولا حتى نص شلة، يعني ممكن تبقى اقل كمان. فدي ممكن ان انا عادي احسب انا مثلا هعمل منها كام مرة، واضرب برضو في 2 واقسم بقى المبلغ اللي هيطلع لي ده على الكمية اللي انا عملتها. طب لو انا هعمل حاجة واحدة فيهم بس، احاول كده ان انا اوزن المبلغ بتاعي وان هو يكون طالع لي منه ربح، وفي نفس الوقت انا مش معلية قوي في السعر. طيب سؤال بيجي مهم قوي او بشوفه بيتكرر كتير جدا، والناس دايما في جدل في الموضوع ده كتير، هو انا المفروض اعلي في سعر المنتج بتاعي ولا يكون سعري قليل عشان الناس تشتري ومحدش يقول لا ده الحاجة غالية؟ انا ضد تماما المبدأ بتاع قللي سعر شغلك علشان الناس تشتري. مش لازم الناس تشتري، مش لازم كل الناس تشتري، مش لازم كل اللي يشوف شغلك يشتري. اللي يشتري اللي مقدر شغلك. طب لو مفيش حد مقدر شغلك ومش مقدر المبلغ اللي انت حطاه، يبقى معلش خلي الحاجة جنبك شوية لحد ما تلاقي اللي يقدرها ويشتريها. الكلام ده في ايه؟ الكلام ده للناس اللي متقنة لشغلها، مش الناس اللي لسه مبتدئة. اللي لسه مبتدئة ممكن تقلل فعلا في سعر الشغل بتاعها شوية لحد ما تبقى شغلها خلاص متقن جدا، وتبتدي ساعتها تبيعه بالسعر اللي هي عايزاه. لكن طول ما انت يعني لسه ايدك ما مشيتش قوي في الشغل وحاسه ان انت لسه في غلطات كتير وديفوهات كتير في المنتج، ممكن تقللي شويه. يعني بدل ما تبيعي مثلا الحاجه ب100 جنيه خليها ب85 جنيه، بدل ما تبيعي مثلا حاجه ب50 جنيه خليها ب45 جنيه، نزلي 5 جنيه، نزلي 10 جنيه، بحيث ان الحاجه تتباع وفي نفس الوقت انت عارفه كويس ان فيها لسه غلطات. طب لكن واحده متقنه، انا بشوف ناس عامله شغل روعه وتحفة، وفي ناس منهم بتنزل معارض وبيبيعوا بأسعار قليلة جدا، ودي من الحاجات أصلا اللي مدية سمعة للكروشيه وحشة، ان الناس بتقلل جدا في سعر المنتج، فبالتالي اي حد بيجي يسمع سعر عالي شوية بيقول لا دي غالية قوي، انا ما اشتريها كده، انا اروح اجيب جاهز احسن. ده في ناس بتبيع بارقام اقل من كده، انا اروح اجيب من الناس التانية دي احسن. ده سبب من ضمن الاسباب ان الناس بتستغل قوي شغل الكروشيه. السبب التاني ان انت طبعا ما عندكيش ثقة في شغلك وفي المنتج اللي انت بتقدميه، وفي ان هو يستاهل اكتر كمان من الرقم اللي انت حاطاه.
ومش معنى كلامي ان انا بقول غلوا قوي في الاسعار وخليكوا يعني اوفر قوي في سعركم، لا انا بقول بس ادوا يعني الحاجة حقها علشان انتي تبقي كسبانة. لان انتي لو ما كسبتيش هتوصلي لمرحلة ان انتي مش عايزة تشتغلي اصلا لانك ما بتكسبيش، ما هو مفيش مقابل يخليكي تكملي. فطبيعي جدا ان انتي هتلاقي نفسك في مرحلة معينة كده، لا انا مش عايزة اكمل، والكروشيه اصلا ما بيكسبش. فعشان كده دايما بقول التسعير بتاعك لازم يكون مرضي ليكي، لازم يكون في مكسب ليكي طالع لك، حتى لو ربح في الاول بسيط عشان انت لسه مبتدئه، بس مع الوقت ومع طول الشغل بتاعك انت بتحلي من المنتج، انت بتطوري من الاسلوب بتاع التغليف بتاعك، بتطوري من التصوير بتاعك، بتطوري من التسويق بتاعك، انت شغاله على نفسك طول الوقت. فبالتالي انت بتعلي طبعا النسبه بتاعتك، وبتعلي نسبه الربح اللي انت بتحطيها على المنتج. طيب في حاجات بتكون بقى عكس، زي ما بقول مثلا على التوك او على الميداليات او الحاجات اللي هي بسيطه، في حاجات بيكون تفاصيلها كتير قوي زي المفارش، تفاصيلها كتير جدا وتشبيكها كبير وبياخد وقت. زي مثلا المجرومي شكله صغير بس تفاصيله كتير جدا وخاماته كتير وحاجاته كتير. في حاجات زي كده انا ممكن اضربها في 3 مش في 2، على حسب برضو انتي يعني منتجك الجودة بتاعته عاملة ازاي، خاماتك كمان بتجيبيها ايه. في ناس بتجيب خامات احسن خامات، وفي ناس للاسف بتسترخص في الخامات، وانا ما انصحش بكده تاني عشان العميل يرجع لك تاني. فدي حاجة مهمة جدا ان انتي تبقي برضو بتحددي على اساس الحاجات دي. طيب في حد بقى تالت هيقولي طب انا دلوقتي بجيب الخامات بتاعتي، بس انا بجيب شنط، بجيب مثلا لوجو، انا بعمل شغل تسويق فبدفع عليه، انا اي حاجة انتي بتجيبيها جنب الخامات بتاعتك. فانتي في الحالة دي هتجيبي، شوفي انتي دفعتي كام في الحاجات دي، في مثلا في الشنط، في اللوجو، في الحاجات دي، وهتقسميهم على كل اوردر طالع، بحيث ان انتي تحطي مثلا على الاوردر اللي طالع 5 جنيه 10 جنيه بالكتير قوي كتوتال كده لكل اللي انتي دفعتيه في الحاجات اللي هي مكمله لمنتجك. زي اي مثلا حد في محل وبيدفع ايجار وبيدفع كهرباء وبيدفع ميه، بيدفع اي حاجه بيدفعها، فبالتالي بيضيف من المكسب بتاعه او من المبلغ اللي هو بيطلع له اللي هو العائد ليه، بيضيف عليه تمن الحاجات اللي بتدفع للمحل من ايجار وميه وكهرباء. فهو نفس الكلام، انت دلوقتي بتبيعي منتجك ده جايبه خامات وحاسباها، بس بتضيفي كمان عليها تمن الحاجه اللي انت جايباها زي شنط او لوجو او تسويق او اي حاجه انت، او مثلا حاجات جايباها للتصوير عشان تعلي من جوده المنتج بتاعك. فانت بتضيفي ده على كل منتج خارج من عندك، يبقى مش على منتج واحد طبعا لانه هيبقى ساعتها كتير، او على منتجين طبعا في الحاله دي هيبقى كتير قوي. لا، انت كل منتج هيبقى خارج هتطلعي منه مبلغ صغير عشان يعتبر ترجعي اللي انت دفعتيه. وممكن في الاول ان انت ال5 جنيه او ال10 جنيه اللي بتطلع وانت حاسباها ان دي تمن الحاجه اللي انت جبتي بيها الخامات او جبتي بيها يعني الشنط والحاجات دي، تخليها على جنب عشان تحسبي لحد ما ترجعي تمن الحاجات دي. وممكن ترجعي تاني بقى لو عندك الشنط خلصت، اللوجو خلص، تخلي هو المبلغ ده اللي انت بتجيبي بيه كل مرة لما بتخلصي في الحاجة عندك، فبتجيبي تاني وبتدفعي بنفس المبلغ اللي انت شايلاه على جنب ده اللي بتجيبي بقى منه الشنط واللوجو، ده اللي ممكن تدفعي منه اعلان، ده اللي ممكن تعملي بيه تطوري بيه اداة التصوير بتاعك وهكذا. فكده دي ابسط طريقة ممكن تحسبي بيها خاماتك ويطلع لك منها هامش ربح. وفي حاجة مهمة جدا، مش لازم في الاول ان انت تحطي راس مال عالي قوي وتقولي انا هبدأ هجيب بقى شغل كتير، هجيب بألافات مؤلفة خيوط وهشتغل وهعمل، وفجأة تلاقي نفسك مثلا ما كسبتيش كل اللي انت دفعتيه. الغلطة دي انا بشوفها كتير قوي وبتتقل كتير قوي. فانا مش برجح كده برضو، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ابدأي بمنتجين 3 واشتغلي واحدة واحدة، فاصلا ساعتها التكلفة هتكون قليلة جدا. ابدأي بخامات التصوير اللي عندك البسيطة، اي خلفية بيضة صوري عليها، اضاءة الشمس حلوة جدا بتصور حلو جدا، حاجات بسيطة خالص. مش لازم في الاول يبقى في شنط ولوجو، لا مش لازم كده خالص في الاول، عادي ممكن شنطة بسيطة مش مكتوب عليها اي حاجة خالص، ومثلا اي حاجة بسيطة محطوطة فيها كارت صغير، كلمة حلوة، اي حاجة جوه المنتج وخلاص على كده. يعني ما تكلفيش نفسك في الاول، ابدأي بالمتاح وما تحاوليش ان انت تعلي من راس المال قوي عشان انت تحسي ان انت لا ده لازم ابدأ بمبلغ كبير
وتحسي ان انت بتحبطي اول ما انت مش عارفة تجيبي المبلغ ده، لان في الغالب بتحطي يعني زي توقعات كده ان انا مثلا هيجيلي المبلغ ده في اقل من سنة، هيجيلي المبلغ ده في اقل من سنتين. ده الكلام ده للناس اللي هي بتحط مبالغ كبيرة. فده طبعا ده ممكن يعمل لك حالة من الاحباط وما تكمليش وتقولي ده انا خسرت في مشروعي. فعشان كده برجح ان احنا نبدأ بحاجات بسيطة جدا. ابدأي بالمتاح اللي عندك، اعملي حاجات بسيطة، مش لازم تعملي حاجات كبيرة قوي، ممكن تبدأي بحاجات بسيطة خالص، زي توك، زي ميداليات، زي فوانيس، اهو داخلين على رمضان، فوانيس صغيرة، اي حاجة مثلا زينة صغيرة، مفارش صغيرة، حاجات كده، بوكسات مثلا عشان تحط فيها التمر وكده. يعني ابدأي بحاجات بسيطة قوي قوي علشان ما تكلفكيش. وممكن من الحاجة دي مثلا تجيبي الخامات اللي بتجيبيها تعمل لك كذا منتج معاكي وما تبقيش كلفتك كتير، وبالتالي واحدة واحدة الناس هتبتدي تعرفك وتشتري منك. دي كده كل نصايح بالنسبة للتسعير. دي كل حاجة انا كنت محضرها لكم النهاردة، ومعاكم في اي اسئلة عايزين تسألوها. اتمنى ان انتوا تكونوا فعلا الفيديو ده فرق معاكم، انا عارفة ان في ناس كتير قوي كانت مستنياه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تبقوا عندكم مشاريع كبيرة وناجحة وتشاركوني بكل تفاصيلها. شكرا لمتابعتكم معايا.